السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحة حلوة. النهاردة اخوكم معايا بقى من مطبخي. عملت حاجات كتيرة قوي النهاردة، فدي اول حاجة الشيش طاووق ده انا متبلة معاكم في فيديو تفريزات الفراخ اللي كانت قبل رمضان. بدأت بقى طلعت اهو متبل، بس انا ما كانش عندي وقتها. العصيان كنت نسيت اجيبها، العصيان بتاعت الشيش دي، يوم الاكل جبتها على طول مره واحده. قطعت خضار زياده مع اني انا مقطعه معاه، فده خضار فريش برضو زياده، التاني هيبقى دايب شويه. فانا لقيت ان الطريقه دي احسن، يعني ما حدش يعين معاه الخضار، هتلاقوه دايب. فانا قطعت اهو كام فلفلايه على كام طماطمايه على بصلتين كده. وبدات ان انا اخدهم يعني واحطهم كلهم في الاسياخ. ده اللي كنت بقوله لكم. يعني انا كنت بصحى متأخر في رمضان و بطلع الاكل على طول على التسوية. هتلاقوا كذا اكل على القناة. انا مصورها لكم، مش عارفة نزلوا قبل دي ولا هينزلوا بعد دي. بس كنت بصحى الدنيا كانت سهلة قوي 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 يعني. كنت على طول بسوي على طول. ده ممكن الشيش اللي خد مني وقت شوية، اللي هو تقطيعة الخضار واني بحطه في الاسياخ بس. يعني ما يعتبرش حاجة يعني. فضيته في الطبق، هنا لقيت الطبق صغير عليه، رحت حطاه في الصينية. وبدأت بقى بالتتبيلة. التتبيلة ريحتها تتاكل وهي نية كده. طبعا ده متبل بقاله فترة. هناك كنت مطلعة المانجا، هنعمل بيها حاجة حلوة. دي مانجا مجمدة مش فريش طبعا، لسه المانجا الفريش منزلتش. فعملت بقى هنا البتاع ده، الشيش. او بدأت بقى ان انا اعمل الخضار، احط بصل طماطم فلفل. في لو عندك فلفل الوان برضو هيبقى تحفة. بس انا بحب الفلفل الالوان في السلطة اكتر، يعني بسيبه للسلطات. بس بيدي شكل تحفة طبعا. حطيت هنا الشيش، بدأت ان اعمله. هي دي الكمية كاملة اهي، شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك، عمل كمية كبيرة جدا يعني. كنت يعني على احنا فردين هنا في البيت، هي تأكل 3 4 كمان. طبعا الشيش عشان تنزليه مش شرط جريل، اي طاسة عندك تكون ما بتلزق، او لو ألمونيا حطي زيت. تقوم منزلاها على طاسة مولعة جدا، تكون سخنة سخنة سخنة، ما تش سايبالكوا صوت التش عشان تسمعوه. فلازم تبقى الطاسة سخنة جدا جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها، تفضل كده. وبقعدي بقى قلبيه كل فتره كده لغايه ما تاخدي اللون الحلو. انت ممكن لو عندك فحم بعد ما تخلصي تسويتك تحطيه في اي حاجه بتتقفل، او لو ما عندكيش حاجه بتتقفل غطيها بفويل، غطيها بصينيه، غطيها باي حاجه، احنا مفيش حاجه توقفنا. ادوس لك؟ حاضر ادوس. تعرف تدوس انت؟ خد دوس. ماشي خلاص. خلصته. كان عندي هنا عيش سوري في الفريزر، فقلت رويدة طب ما تعملي بالشيش دوت صنف تاني، يعني مش هيبقى شيش وكده. فحطيت هنا التومية. قلت لجوزي يجيب لي تومية وهو جاي. فحطيت هنا التومية ورحت حطها في العيش دوت بالشيش. كان طعمها يا جماعة تحفة. العيش ده طبعا قلت بعد ما اخلص الجريلا بطعم الشيش اللي فيه هحمر فيه العيش دوت. بس انا ما صورتهولكوش لان كان وقت اذان. فكان طالع على الاذان على السفرة على طول عشان نلحق ناكل. بصوا انا حطيت تومية، اخدت عود من دولت فضيته فيه، وهو بعد ما سويته طبعا. ورحت قافله العيش السوري زي ما انتوا شايفين كده. ورحت بقى اديته لسعه كده من كل ناحيه على الجريل. كان حاجه بجد روعه يعني. ودول غطيتهم. ايه ده؟ لا ده انا صورت، ده انا شاطره شطوره اهو. هنا برضه عملت الرز الاصفر. قلنا نعمل الوجبه السوري بقى كامله. انا جوزي والله العظيم اقول لكم حاجه، مش بشكر في نفسي، بس ده قال لي دي احلى اكله اكلتها في رمضان كله. يعني لسه بيشكر فيها لغايه دلوقتي. ده رز بسمتي. بحط بصلايه، والبصله بقى اعمليه بالظبط زي كل كوبايه رز بتاخد واحده مرقه. واللي ما بيستخدمش المرقه لا استخدميها في الطريقه دي، بتدي طعم رهيب. تمام. وبنحط كاري وكركم، ما نكترش الكركم عشان ما يمررش، احنا يا دوبك بس ناخد منه لون. تمام. ورشه قرفه
زي ما بقول لكم كده بالظبط، وعودين قرنفل لو مش عندك قرنفل عادي يعني، وتقلبي الكلام ده على بعضه، تقلبي الرز فيهم شويه، الرز المغسول طبعا، وتنزلي عليهم بمقدار الميه السخنه. الرز البسمتي بيبقى حسب الكيس اللي جايبيه، انا بجيبه سايب من العطار، فببقى حاسه يعني عارفه هو بياخد كوبايه ونص ميه، يعني كوبايه الرز بتاخد كوبايه ونص ميه، للامان حط لها كوبايتين بس. متخافيش مش هيعجن منك، الرز البسمتي عمره معجن مني يعني، زي ما بقول لكم كده. الرز المصري كله كوبايه رز كوبايه ميه، طبعا انتوا كلكم عارفين انا بقول الكلام ده للبنات اللي لسه تدخل المطبخ اول مره. هنا بقى حمرت شويه كنافه عندي في الفريزر. عايز ريموت؟ اتفضل. حمرتهم كده في شويه سمنه، كان عندي حته سمنه بلدي، رحت قلت يلا والله ما انا مستخسره فيكم حاجه النهارده، فحطيتها، حطيت فيها الكنافه. في ايه انت طلعت منه ليه؟ بص بلاش، كفايه فلاد ونيكي بقى ماشي، عشان هما نفسهم زهقوا. تعالوا نتفرج على حاجه تانية، ولا عايز فلاد ونيكي؟ ماشي. وحمرت شويه قطايف، طبعا الكوبات ديت انا عملتها طبقه كريم شانتيه، طبقه ايه، وفي الاخر حطيت عليها طبقه مانجا. وعصرت وعصرت شويه فراوله، مدلعاهم يعني. ده الشيش بعد ما خلص، والرز خلص، واللي بالعيش السوري خلص، وبجد كانت اكله لذيذه قوي. اشوفكم في فيديو تاني.